السلام عليكم. ولخص لكم فيلم جون ويك الجزء الأول. ونصيحة اللي مو شاف هالجزء لا يكمل حتى لا تحترق عليه الأحداث، يتقاعد ويترك شغله كقاتل مأجور جون ويك ويعيش حياته ويا مرته، ويترك كل شيء حتى سمعته كأفضل قاتل مأجور. ورا مدة تتمرض مرته وتموت ويتأثر وطقه كآبة أخرب بيتي، لكن تجي هدية من مرته تشلب حتى يخفف من أحزانه. وفد يوم يلطش له بمحطة البنزين أوسف ترسو، ابن رئيس عصابة روسية فيكتور ترسو، لكن جون لبسه وبطنش على شاربه وراح. وبنفس اليوم بالليل يروح له هو وجماعته ويطقونه ويورمونه تورم ويكتلون شلبه ويبوقون سيارته ويروحون الجراج أوريليو حتى يغير رقم السيارة. بس من عرف انه هاي سيارة جون ويك خبز على عينه وطرده، وخابر ابوه فيكتور وقال له ابنك باك سيارة جون ويك اللي ذباها ماش، وودى على ابنه وقال له انت ويا من ورطتنا. جون ما عنده حمولة ولا عنده كبير، وخابر جون وقال له يا معود زعطوط وغلط، اريدك تسامحه وتعطينا عطوة ونحلها بشكل ودي اللي قال له جون. وسد التلفون بوجهه، فدزاله مجموعة لبيته، بس الزلمة الخشن جون خبزهم خبز وقتلهم كلهم. خلى الدنغوز جائزة للي يقتل جون ويك بقيمة 2 مليون دولار. وخابر صديق جون ماركوس وعرض عليه الفلوس مقابل أن يقتل صديقه. راح الزلمة الخشن للفندق اللي يجمع بيه كل القتلة المأجورين، ما حد يقدر يقتل الثاني لأن هذا الفندق بيه قوانين أقوى من قوانين دولة الأرجنتين. وقدر يعرف مكان الجبينة وراح له وحمسهم حمس وقتلهم كلهم، لكن الجبينة قدر يشرد منه فرجع للفندق وهو تعبان ومتعور، وعالج الدكتور ونبه صديقه ماركوس بطريقة غير مباشرة حتى ياخذ باله من هالبربوق الجاية كتلة. بعد ما زاد الدنغوز قيمة الجائزة إلى 4 مليون دولار للي يقتل جون حتى لو كان داخل الفندق. وصارت مواجهة قوية بيناتهم، وقدر زلمتنا الخشن يخبسها وعرف منها مكان فلوس وغراض الدنغوز، وراح لهن وحرقهن وكمل طريقه للدنغوز. وصارت مواجهة قوية بيناتهم ونتف شواربهم، بس قدروا يكضونه. قبل لا يقتلونه لحق عليه صديقه ماركوس وساعده للمرة الثانية، وقدر عليهم وطقهم بالدهن. ولحق على الدنغوز وقال له الغي الجائزة ودليني مكان ابنك المنتوب وأخليك تعيش. ونجر بوشي الدنغوز وفلت الموجود، وراح زلمتنا الحيد المكان المنتوف، وهم نعل أبو خيرهم ولقى في المنتوف مطال مقسوم وكتله. ولما نتشكر من ماركوس على مود اللي سواه وياه، شافتهم البربوق ام القالات بعد ما شردت وكتلت هاري وقلت للدنغوز على ماركوس، وقدر يصيده وعذبه اخرب بيتي وكتله. وخابر جون وقال له بالسالفة حتى يروح له ويواجه ام القالات وتكتله، لكن خابرها مدير الفندق وقالها تعاي يا بنتي ليش مخترق القوانين مال الفندق، وطقها بالدهن. وبلغ جون عن مكان الدنغوز اللي ما صدق خبر وراح له، وخبزهم خبز واحد ورا الثاني ورا الثالث، وحتى الدنغوز كتله وفطس وطب للبيطرة وعالج جروحه وشاف له كلب وعجبه وخذاه